صباح الخير صديقي الفلاح صديقتي الفلاحة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا نتيجة الثانوية العامة 2023-2024 على الأبواب. طبعا إن شاء الله كل طالب ثانوية عامة يجيب المجموع اللي نفسه فيه ويدخل الكلية اللي بيتمناها، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله يا رب. طبعا بيجيلنا سؤال كده. نفترض أنا ما جبتش مجموع كويس، ما جبتش مجموع عالي، ما جبتش المجموع اللي أنا بتمناه. طيب هعمل إيه؟ هدخل إيه؟ بص أنا النهاردة جايب لك كلية من أفضل الكليات دي من وجهة نظري. تمام. آه، الكلية دي بتمتاز بإنها بتشمل جميع الكليات التانية، يعني بتشمل جميع المجالات. أنت بتحب طب هتلاقي فيها مجال الطب، بتحب الهندسة هتلاقي فيها مجال الهندسة، بتحب آه، بتحب الكيمياء الفيزياء، بتحب جميع المجالات. جميع المجالات بأنواعها هتلاقيها. تمام. آه، الكلية دي هي كلية الزراعة. تمام، ما تتصدمش، هي كلية ده الزراعة. طيب جدا يا بابا، طيب قوي قوي يعني. امال طردك ليه؟ عشان شرير ومفتري. طيب، عشان نوضح بس بعض المفاهيم عن كلية الزراعة. إيه هي كلية الزراعة أو إيه هي الزراعة عامة؟ أنا هعرف لك الزراعة بجملة بسيطة كده. تخيل نفسك من غير لبس ولا أكل ولا شرب. يعني أنت ولا في لبس ولا في أي أكل ولا خضروات ولا فواكه ولا أي حاجة. تمام. ولا في مية تشربها. مفيش حياة. تمام. هي دي كلية الزراعة. كلية الزراعة هي كلية علوم الحياة والأرض، وده اسمها خارج مصر، في الدول الأوروبية عامة يعني. فالزراعة هي يعني من غير الزراعة انت مش هتعيش. يعني أهم من الطب، أهم من الطب، أهم من الهندسة، أهم من الهندسة. كلية فيها جميع المجالات. طيب، ده إيه هي كلية الزراعة؟ طيب، بتقبل شعبة إيه؟ مبدئيا هي بتقبل علمي بس. يعني ما بتنفعش الأدبي، لا ما بتنفعش الأدبي للأسف. طيب، بالنسبة لعلم علوم. علم علوم ليها فرصة كبيرة جدا وكويسة جدا. ليها حوالي ما يقارب 21 قسم باختلاف الجامعات طبعا. يعني مش كل جامعة فيها جميع الأقسام. يعني في جامعة ممكن تلاقي فيها 10 أقسام، في جامعة ممكن تلاقي فيها 8، في جامعة ممكن تلاقي فيها 15 قسم. يعني بتختلف من جامعة للتانية. طب بالنسبة لعلم الرياضة. علم الرياضة ليهم قسم وحيد بس، وهو قسم الهندسة الزراعية. ده بيكون مختص بمجالهم الرياضة وقياسات وهكذا يعني. طب بالنسبة للتنسيق. التنسيق بالنسبة لعلم علوم السنة اللي فاتت 2022-23، كان الحد الأعلى هو 73.5 تقريبا. كان جامعة القاهرة ودمنهور والمنصورة. يعني المجموع يعني بنسبة كويسة، هو في المتوسط، ولا اللي هو عالي جدا ولا اللي هو واطي جدا. تمام. بالنسبة للحد الأدنى كان 67.1 ده كان جامعة أسيوط. طيب بالنسبة لعلم الرياضة. علم الرياضة كان الحد الأعلى في جامعة القاهرة، النسبة المئوية ليها كانت 69.6%. طيب الحد الأدنى كان في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وهو 62%. تمام، ده بالنسبة للتنسيق. طيب بالنسبة لفرص العمل، يعني أنا هشتغل إيه من زراعة؟ لأن طبعا كلنا واخدين فكرة غلط تمام عن الزراعة. ف وإن هي هو يعني شغلها متوقف عن إن أنت شغال في الزراعة، إن أنت بتزرع، أنت اللي هو أنت فلاح.
مع إن الفلاح هو اللي معيشك يعني. الفلاح ليه دور كبير جدا في المجتمع، بس المجتمع هو اللي مش عارف يقدر الدور ده كويس. المهم يعني فرص العمل بتكون في شركات الأدوية والمبيدات. بتشتغل في الاستشارات الزراعية، إن أنت بتطلب إن أنت بتنزل مزارع وتشوفها، والناس بتستشيرك زراعيا يعني، أخبار الزرع ولو في مشاكل بتحلها وهكذا. بتشتغل في إنشاء شبكات الري، بتشتغل في تسويق المنتجات الزراعية، بتشتغل كمان في مراكز الأبحاث العلمية، إدارة المزارع والمشاريع، وفي مشاريع زراعية خاصة، اللي هو أنت بتنشئ مشاريع زراعية خاصة بيك أنت لو أنت مقتدر يعني، زي إنشاء مزارع خاصة بيك، سواء مزارع فواكه، مزارع محاصيل، مزارع دواجن، أيا كان، أو فتح محلات مبيدات طبعا بيكون باسمك، و- ومعاك رخص لده طبعا. وطبعا كتير جدا جدا من فرص العمل، ولكن ده بعض من فرص العمل المنتشرة يعني. آه، بس كده، ده بالنسبة لفرص العمل. طيب في إيه تاني؟ بالنسبة للأجسام، طبعا زي ما اتكلمنا على الأجسام، بتختلف من جامعة لأخرى. بمعنى إن في أجسام، في جامعات فيها ممكن يكون جسم واحد عادي جدا، في جامعات فيها 5 أجسام، في جامعات فيها 10. طيب هنتكلم مع بعض عن يعني أهم أقسام كلية الزراعة عامة، ده من وجهة نظري. أول قسم في كلية الزراعة هو قسم أراضي، تمام. تاني قسم هو قسم وقاية نبات. تالت قسم قسم صناعات. رابع قسم قسم بايو تكنولوجي. خامس قسم بساتين. سادس قسم محاصيل. سابع قسم معانا هيكون إنتاج حيواني وداجني. تامن قسم وآخر قسم هو قسم إدارة الأعمال الزراعية. طيب دي أهم الأقسام. في أقسام تاني مهمة، بتختلف برضو من جامعات للتانية يعني. طيب بالنسبة آه، بالنسبة لدراسة الأقسام دي، إحنا بندرس إيه؟ أو إيه محتوى كل قسم؟ ده اللي إحنا هنعرفه الفيديو الجاي إن شاء الله، لأن مش عايز أطول عليكم أكتر من كده. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكت لك. ايوه وانت هبله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير، و... واستنوني في فيديوهات جاية كتير. وهسيب لكم اكونت الفيس في الديسكريبشن، والانستجرام هتلاقوه برضو في الديسكريبشن. ادخل اعمل فولو واستنى مني كل جديد. يلا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.